يا جماعه للاسف الموضوع طلع بجد وانا عليا فلوس فعلا. يعني الموبايلات اللي عندي في الاستوديو دي عليها فلوس دلوقتي 3 4000 جنيه كل موبايل فيهم. دي موبايلات اقتصاديه عادي جدا ب 9000 جنيه وحاجات كده. كل موبايل طالع له بتاع 3 4000 جنيه عادي. لسه مجرب حالا ادخل الاي بي بتاعهم على ابلكيشن تليفوني اللي لسه نازل من جهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفعلا عليهم فلوس. يعني خلاص الموضوع حقيقي. يعني قال لك لو ما دفعتش الفلوس دي في خلال 90 يوم الموبايلات دي هتقف شريحه مش هتشتغل. فسيب اللي في ايدك حرفيا وادخل دلوقتي حالا على الابلكيشن ده، حمله من اللينك الموجود في البايو، انا سايبه لك عادي جدا لو معاك اندرويد او اي او اس، وجرب وشوف انت موبايلك عليه فلوس ولا لا، عشان لو عليه فلوس تلحق تدفعها. وخلي بالكم عشان في اشاعات في الموضوع ده كتيره جدا، هي ان انت مش محتاج تفعل الشريحتين بتوع الموبايل. يعني لو موبايلك بشريحتين سواء الاثنين فيزيكال او واحده فيزيكال وواحده اي سام، فانت مش محتاج تروح تنزل تدفع 350 جنيه بتوع الاي سام عشان تفعل الشريحه الثانيه والموبايل ما بقاش عليه فلوس. لا، طالما موبايلك حتى شريحه واحده فيه اشتغلت فخلاص هو ما عليهوش فلوس. وانا جربت التجربه دي عمليه دلوقتي. اصلا الاونر اكس 9 بي ده كان معايا قبل كده ودخلت فيه شريحه واحده بس في المكان الاولاني بتاع الشريحه، المكان الثاني ما كانش عليه اي شريحه خالص. وجربت الاي مي بتاعه الاثنين سواء الاول او الثاني، والاثنين ما لهمش فلوس، متسجلين عادي جدا. ما تقلقوش، دي كانت